بص من الاخر، لو انت عندك اي كوميرس ستور وبتبيع منتج بسعر اعلى من باقي السوق، تقنعني انت ليه اعلى من باقي السوق. فمحدش هيعرف ان منتجك جودته اعلى من الباقي الا لو انت قلت ايه مختلف فيه، ايه مميز فيه. انا ليه اشتريك انت بسعر 500 والمنافس بتاعك ب 100؟ فده هيبان امتى؟ لما تكتب عنه كوبي الصح. ايه الكوبيز دي؟ ايه الوصف بتاع المنتج على الويب سايت هو كوبي، الاد كوبي الاعلان اللي نازل على السوشيال ميديا، السكريبت اللي بتقوله الكرييتور، اي محتوى نازل عن المنتج بتاعك فهو كوبي. والكوبي ليها اصول وقواعد، وعشان تتكلم صح عن المنتج بتاعك فانت محتاج تعد مميزاته وتعد فوائد كل ميزة. ايه الفايدة اللي هترجع عليا لما استخدم الميزة اللي انت حطها لي زيادة ومكلف لي بيها فلوس؟ عشان كده عشان تبيع حاجة سعرها عالي انت محتاج تلست كل الفيتشرز والبنفيتس اللي انت حاططها في المنتج عشان تقدر فعلا تبيع ده. بس فببساطة انت محتاج كوبي رايتنج في مرحلة مهمة جدا من حياة البيزنس عشان يبدأ يسكيل ويبدأ الناس تثق فيه أكتر، ويبدأ الناس تكون شايفاه صح بالمستوى والجودة اللي هو بيقول إنها عنده. لأن الكوبي رايتنج هو الحل الوحيد عشان تطلع للتارجت أودينس المظبوط اللي يجيب لك النتائج اللي أنت عايزها ومبيعات اللي أنت نفسك فيها. سلام.